اسم عزيز ريج، حكم وطني في كرة القدم داخل القاعة. وإن شاء الله من بعد كما شافوا الإخوان الحاضرين بعد التصويت ليا وتكليفي كرئيس لجمعية حكام عصبة السوس لكرة القدم داخل القاعة والشاطئية، وكنعتبره أنا ليس تشريف بينما هو تكليف، لأن المهمة ماشي سهلة. أن الإنسان كيدير فيك الثقة وكيعطيك واحد المهمة اللي هو الناس كاملين طامعين فيها، الحكام كاملين ديال القاعة ولا سواء ديال القاعة ولا سواء ديال الكرة الشاطئية طامعين فيها، طامعين الرقي بها وطامعين فيك أنك تدفع بهذه العجلة ديال هذا التحكيم للأمام. إن شاء الله كما قلت للإخوان أنني إن شاء الله غادي نحاول ندير تمثيليات ديال هذه الجمعية على صعيد المدن الأخرى كتيزنيت، كتارودان، كقلميم، إفني والمناطق الأخرى اللي تابعة لعصبة سوس، خاصة الناس اللي كيمارسوا كرة القدم داخل القاعة والشاطئية. وكنتمنى من الله أن يوفقنا لتحقيق الأهداف اللي سطرناها، اللي هي الرقي كما قلنا، أولا التحكيم داخل القاعة، وكذلك خلق أنشطة ثقافية رياضية اجتماعية خيرية، لا بالنسبة للحكام ولا بالنسبة لمجالات أخرى إن شاء الله. وكما قلت للإخوان أننا إن شاء الله بصدد خلق فيدرالية وطنية للتحكيم داخل القاعة. ومن الأهداف ديالها قلنا أننا نكون جمعيات على صعيد العصب، ومن خلال هذه الجمعيات غادي نديروا هذه الكونفدرالية لكي تكون الاستفادة لجميع الحكام وجميع العصب. لأنه لو أننا قلنا في جمعية وطنية لكان الأمر يتعلق بجهة واحدة أو بمدينة واحدة، لأنه فاش نصوتوا على جمعية وطنية غيكونوا فيها الناس ديال واحد الجهة، والمكتب غيكون خاصة أنه بعد إذا تكلف الرئيس بتكوين المكتب غادي يكون واحد تهميش ديال بعض العصب الآخرين. لذلك ارتأينا أننا نخلقوا جمعيات على صعيد العصب، ومن خلالها تكون تمثيلية ديال كل عصبة لتكوين فيدرالية وطنية. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الجميع، ونطلبوا من هذا المنبر الإعلامي أن جميع الإخوان الحكام أن يضافوا الجهود ديالهم ونديروا اليد في اليد ومن جميع. وهذا النداء كذلك للجمعيات الأخرى اللي لكرة القدم بسوس، نوضعوا يد في يد وندفعوا بالتحكيم السوسي، سواء كرة القدم 11 لعاب ولا كرة القدم الشاطئية ولا كرة القدم داخل القاعة أو لا كرة القدم النسوية. لأن ما يهمنا من هذه الجمعيات هو السير قدما إلى الأمام للدفع بالتحكيم السوسي إلى الأمام، وخلق تمثيليات وطنية كما قلنا ودولية للحكم السوسي.